أعلن نادي برشلونة عبر بيان رحيل لاعبه المغربي عبد الصمد الزلزولي عبر صفقة بيع النهائي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي مقابل 7.5 مليون يورو. وأشار بيان البورصة أن النادي الكتالوني يحتفظ بالحق في إعادة شراء عقد اللاعب بالإضافة إلى 50% من أي عملية بيع مستقبلية. وأضاف: يود برشلونة التعبير عن امتنانه للزلزولي بسبب التزامه وتفانيه، ويتمنى له النجاح في المستقبل. وعلق تشافي مدرب نادي برشلونة على صفقة بيع الزلزولي بقوله أن الانتقال تم نزولا عند رغبة عبد الصمد، وأضاف: طبعا لم يكن في نيتنا التخلي عن الزلزولي، كنا مقتنعين بأنه سيقدم لنا الإضافة المرجوة هذا الموسم، خصوصا بعد عودته من إعارة ناجحة من نادي أوساسونا وبعد مستواه في فترة الإعداد. عبد الصمد تساءل عن وضعيته الرياضية وأبدى طموحا كبيرا لكي يحصل على مساحة كبيرة للعب، وهو ما لا أستطيع بالرغم من تقديري له أن أضمنه له، لذلك احترمنا رغبته في اللعب كأساسي فتركناه يغادر صوب بيتيس. سيظل عبد الصمد ابنا لبرشلونة وأتمنى له كل التوفيق. ويصر عبد الصمد الزلزولي في كل محادثاته مع مسؤولي البرصة ومع المدرب على دقائق اللعب التي سيحصل عليها حتى تبين له أن قرار المغادرة هو الأفضل في الوقت الحالي، حيث يرغب اللاعب في الرفع من مستوى تنافسيته ليكون جاهزا والحصول على أساسيته داخل المنتخب الوطني المغربي في كأس إفريقيا القادمة. يذكر أن صفحة نادي ريال بيتيس على انستغرام احتفت بانضمام الزلزولي صور الفريق، حيث اختارت صورة مركبة لتقاسيم وجه عبد الصمد ووجه الأسد وخلفه العلم المغربي وشعار نادي بيتيس، وكتبت أسفل الصورة: ملك أسود الأطلس. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.